حياته دائما لحد يقعد يقول هذا وش وضعه، يدخل يسلم. لو تبي تدخل محل تسلم، تدخل مجلس رجال تسلم، تدخل على عملك تسلم. أنت مسلم، تسلم، سلام لله. الآن صلوا على النبي، أوكي، وخلونا اليوم نبدأ بقصة جديدة. بس قبل لا نبدأ ضع لايك، اشترك في القناة، شغلوا جرس التنبيه ليصل إليكم كل شيء جديد من عندي. يلا بنا. في ناس لما يقررون بالزواج، صحيح اني تكلمت في موضوع هذا موضوع قبل، الآن نجي على موضوع ثاني اللي هو موضوع الشاب. أمس دور بنت بالموضوع، اليوم دورنا بالولد. أنا بتكلم عن البنت ولا أتكلم عن الولد؟ لابد أن نتكلم. أول شيء كشاب، قبل لا تتزوج أنت متعود على حياتك العزوبية، إنك ما حد يعني يشغلك في أمورك اللي أنت دائما عليها، مثلا في نومك، في طلعاتك، في تمشياتك، في جلستك في البيت. حتى هلك يشغلونك، بس لا، كحياة الزوجية شيء ثاني، فيها شبه بينهم بس في شيء ثاني. بعضهم ينغث، غثتني ذي، أزعجتني ذي، فلوسي راحت عليها، مصاريف، ويا ليتني ما تزوجت، وإذا جاب بنت قاعد يقول يا ليتني ما جبت عيال، يا ليتني ما أدري. تدرون وصل في مرحلة أنه يقول في نفسه ليتني عقيم، استغفر الله العظيم. يا أخي ترى غيرك يتمنى من الله، يدعي ودموع 4 هو ومرته أنهم يبون طفل من يوم تزوجوا 10 سنوات، من 10 سنوات وهم يتمنون طفل، وانت قاعد تتذمر على شيء، وانت على طفلة. انت بصحتك عافيتك احمد الله، لا تقعد تقول كلام ذا بنفسك، ما يصير. انت بصحتك عافيتك بعدين تندم على هالكلام اللي قلته. اذا انت ما انت قد الزواج، شو اللي تتزوج؟ والله علشان بسعد امي. طيب اسعدت امك، مو مفروض انك تكون سعيد في الشيء هذا بعد؟ اذا انت ما انت قد الزواج وحاس ان مصاريفك ما تكفي، لا تظلم بنت الناس معك، لا تظلمها، وهي تبي واحد يعيشها بعز وكرامة، وانت تقعد كل يوم ما عندي فلوس، تصارخ عليها وتنفخ عليها وتقول ما عندي فلوس، ترى بطلق، ترى بقلع عند اهلها. ليه ما اخذها من اهلها عشان تقلع عند اهلها؟ ترضاها على اختك؟ ما ترضاها. كيف ترضاها على نفسك؟ كيف؟ اذا انت ما انت قد الزواج، شو اللي تتزوج؟ والله علشان بسعد امي. طيب اسعدت امك، مو مفروض انك تكون سعيد في الشيء هذا بعد؟ اذا انت ما انت قد الزواج وحاس ان مصاريفك ما تكفي، لا تظلم بنت الناس معك، لا تظلمها، وهي تبي واحد يعيشها بعز وكرامة، وانت تقعد كل يوم ما عندي فلوس، تصارخ عليها وتنفخ عليها وتقول ما عندي فلوس، ترى بطلق، ترى بقلع عند اهلها. ليه ما اخذها من اهلها عشان تقلع عند اهلها؟ ترضاها على اختك؟ ما ترضاها. كيف ترضاها على نفسك؟ كيف؟ الواحد قبل يتزوج يجلس مع نفسه يفكر ان هذه حياتك اللي بتعيشها، مو حياتهم هم، حياتك انت. الزواج مسؤولية ماديا أولا، وتحمل ضغوطات الحياة اللي أنت تعيشها مع زوجتك. حتى أنت يا بنت، أتفكرون أن تشوفونه في المسلسل كذا؟ لا، في المسلسل شيء ثاني، وأنتم في شيء ثاني، أنتم تعيشون الحياة الواقعية ذي. فلا بد الواحد قبل يتزوج يعني يشوف اللي عليه، هل أنا على استعداد
إني أسكنها وأعيشها وأصرف عليها بدون ما أقولها ما أقدر، ما ولد، ما عندي مصاريف. هل أنت مستعد على هذا؟ أنا ما أقولك لا تتزوج، لكن ابدأ على حبة حبة، يعني بداية شوي شوي. قبل لا تتزوج كون نفسك. أول شيء المادية، جمع فلوسك، اشتري لك موتر جديد، بعدين شوف لك شقة وثثها، وبعدها شوف لك بنت الحلال اللي تناسبك تزوجها وبس. خل آخر خطوتك الزواج، آخر شيء الزواج. ليه؟ لأنك راح ترتاح في النهاية، راح ترتاح إنك خلاص أموري كلها تمام، الموتر عندي والشقة مثثها وزوجتي عندي وفلوسي الحمد لله. عشان كذا أقول لكم اشكروا ربكم على هالنعمة. لحد يجي تذمر على نفسه يقعد يقول ليتني ما تزوجت، ترى غيرك يتمنى الزواج. ليتني شريت موتر أفضل من هالموتر اللي يمشي عليه، ترى غيرك ما عنده موتر. ليتني أشوف لي شقة أحسن من هالشقة ذي، غيرك ما عنده سكن يسكن فيه. أحمد الله. ولا بيقول ليتني ما جبت عيال، ترى غيرك يتمنى يكون عنده عيال في بيته. وبعضهم يتذمر حتى على راتبه، يا أخي ما كفانا الفلوس، وش ذا الحالة، أنا بفصل من هالوظيفة بترك ترى غيرك يتمنى يكون عنده راتب ووظيفة. اشكر ربك، اشكر ربك. هذا ما لدينا هذا اليوم، والقادم أجمل. ولا تنسوا أن تضعوا لايك والاشتراك في القناة، شغلوا جرس التنبيه ليصل إليكم كل شيء جديد من عندي. وتنتهي الإجازة والعودة إلى الدوام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.